حكاية النهاردة عن مبرمج بيشتغل في المخابرات، ولما لقى مراته اتقتلت اتحول لقاتل علشان ياخد حقها. تعال نشوف الحكاية دي بتقول ايه. بيبدأ الفيلم مع هيلر وهو قاعد بيصلح الطيارة اللي مراته جابتها له هدية. بعدها جت تقول له ان عندها مقابلة شغل في لندن، وحاولت تقنعه يروح معاها، لكن للأسف ما قدرش يروح علشان كان عنده شغل كتير. وفي نفس اليوم هيلر وصل مقر المخابرات الأمريكية، وبالتحديد في قسم تشفير وتحليل البيانات. وهو ماشي عدى على ممرات التفتيش اللي اخترعها. بعدها بدأ الشغل، وجات له رسالة من شخص اسمه أنكولين، وده شخص مجهول الهوية بقاله سنين بيتواصل مع هيلر، واداله معلومات مهمة جدا عن وكالة المخابرات الأمريكية. ساعتها هيلر كان عارف إن الشخص ده من روسيا وعمره في الخمسينات وبيقدر يخترق أي جهاز، لكن كان دايما بيمثل على هيلر إن عنده معلومات مهمة عايز يبعتها له، وحذره كتير إنها ممكن تنهي وكالة المخابرات اللي هيلر بيشتغل فيها. وهيلر حاول كتير إنه يفك تشفير البيانات اللي أنكولين بعتها. وبعد الغدا مرات هيلر اتصلت عليه وقالت له أنا وصلت لندن وكنت أتمنى إنك تكون معايا. ولما قفل معاها حاول كتير جدا إنه يفك تشفير البيانات لحد ما أخيرا عرف يفك الكود وشاف البيانات والمستندات اللي مبعوتة له. وبنلاحظ إن هيلر اتصدم جدا من اللي شافه، لأنها مستندات حكومية سرية كشفت عن كوارث وكالة المخابرات. وقتها ظهر مشهد الوكالة لما بعتت طيارات موجودة عن بعد علشان تدمر أهداف في دول مختلفة، وكان في تقارير إخبارية أثبتت موت 150 ضحية، ورئيس هيلر في المخابرات هو السبب في موتهم. وفي نفس اليوم هيلر حاول يتصل بمراته لكن لقاها مش بترد. وتاني يوم راح مكتبه ولقى رئيسه مستنيه، وبعدها راح معاه الأوبرين اللي حكت له عن الهجوم الإرهابي اللي حصل، وعرفته إن مراته كانت ضحية من الضحايا. وساعتها هيلر ما كانش مصدق لحد ما شاف نشرة الأخبار اللي أكدت كلامها، وكمان شاف الكاميرات واتأكد إن مراته خلاص اتقتلت. ولما رجع البيت لقى الصحافة موجودين علشان يستفسروا عن اللي حصل. وتاني يوم راح لرئيسه واتخانق معاه علشان لندن فيها كاميرات كتير، ومع ذلك حصل هجوم ومراته اتقتلت. بس رئيسه تعاطف معاه وكان فاهم احساسه، علشان كده اكد له انه يتحقق من الموضوع ده في اسرع وقت. بعدها هيلر راح المطار علشان يستلم جثة مراته والشنط اللي راحت بيها، وكان باين عليه انه حزين جدا على موتها. ولما فتح الشنطة لقى هدية كانت جايبها له، ففضل يعيط على موتها لانها اكتر انسانة حبها. وهيلر تاني يوم راح الشغل، وبالتحديد في المنطقة المحظور دخولها علشان يستخدم الكمبيوتر اللي هناك. وقام مهكر كل كاميرات المراقبة الموجودة في فندق لندن، ولقى إرهابيين سرقوا عربية ودخلوا الفندق ونضفوا بصماتهم من كل حاجة علشان ما يسيبوش أي أثر وراهم. بس حصل مشكلة بينهم وبين شركة استثمار من أندونيسيا، وأمن الفندق لما عرف كلم البوليس. والإرهابيين كانوا عايزين يهربوا بأي طريقة من غير ما يتقبض عليهم، فدخلوا قاعة الاجتماعات وقاموا خدوا ناس وعاملوهم على إنهم رهاين. وللأسف سارة مرات هيلر كانت من الرهاين دي لما حاولت تساعد الناس اللي معاها. وساعتها هيلر عمل تحليلات صوت وصورة وعرف يجيب شخصيات الإرهابيين. وتاني يوم خبى شريحة في الكارنيه بتاعه علشان يعدي بيها من الأمن من غير ما حد يكشفه. ولما وصل مكتبه طلع كل الملفات السرية واستخدم جهاز علشان يعمل نسخة رقمية. واليوم اللي بعده طلع الأوراق دي وعرضها على رئيسه، وبدأ يقول على كل العمليات اللي عملها موري. والعمليات دي يا صديقي كانت زي قصف مستشفى في سوريا وضرب قاعدة في اليمن ومات فيها آلاف الناس، وهدده انه هيبلغ المديرة العامة، وقال له انه برمج نظام ذكي وهيبعت الفضايح دي لأكبر الصحفيين، وبعدها بيوم الفضايح دي هتنتشر للناس كلها. والكلام ده هيحصل لو ما جددش النظام كل 5 ساعات. وبكده هو ضمن انهم ما يقدروش يقتلوه مهما حصل. وعلشان يسكت عن الفضايح دي طلب منهم تدريب قوي جدا وجوازات سفر وفلوس وأسلحة، وعرفهم انه ناوي ينتقم لمراته بنفسه ومش عايز منهم اي حاجة. وبعد كده راح للعربية بتاعته وقعد يرجع من كتر العصبية اللي وصل لها. بس موري قال ان النظام ده مجرد كمين، وساعتها صاحبه قال له احنا ما نقدرش نغامر لانهم لسه مش عارفين اذا كان في نظام بيعمل كده فعلا ولا لا. والخطة دلوقتي انهم يدوروا على النظام ده في كل حتة، وسواء لقوه او لا فهيقدروا يموتوه وقت ما يجي التدريب. وبعد شوية فهموا ازاي هيلر نسخ الملفات السرية، وقالوا انه ممكن يكون استخدم جهاز الكتروني ومش هيقدروا يستخدموه على الاجهزة بتاعتهم لانهم مأمنينها، بس يقدر يشتغل على طبعة، وده معناه ان هيلر ممكن يكون بعت الملفات لطبعة. وبعد كده استخدم شريط من المغناطيس علشان ياخد نسخة من البيانات من غير ما اي حد يحس باللي حصل. وبعدها الفريق راح يراجع كاميرات المراقبة ولقوا ان هيلر راح فعلا لمحل واشترى منه شريط مغناطيسي، بس لسه مش قادرين يعرفوا دخل وطلع بيه ازاي من المبنى. وكمان راحوا البيت عنده وفتشوه، وساعتها اكتشفوا انه راح بار مرتين. وطبعا راحوا البار وقعدوا يدوروا هناك لحد ما لقوا شريط موسيقي، ولما جم يشغلوه سمعوا دوشة عالية جدا ومش واضح فيها كلام، فقرروا ياخدوا الاسطوانة معاهم ويروحوا يحللوها. وفي نفس الوقت هيلر كان وصل لمركز التدريب اللي تبع وكالة المخابرات، والرئيس بتاعهم استقبله. وفعلا التدريب بدأ على طول، وهيلر مسك مسدس وقعد يضرب نار
على الهدف، بس علشان ما كانش ليه في الحاجات دي ومش عارف يسيب الهدف فقعد يقرب منه وحاول ينشن عليه. بس ساعتها هنكتشف ان هيلر بيعرف يعمل قنابل وهو مغمض عينيه، وكان شاطر وسريع جدا في الموضوع ده، والرئيس ساعتها بينبهر بيه. ولما هيلر عرفه انه محتاج هوية جديدة علشان يسافر بيها، لقى الرئيس ثبته وقعد يدربه على تغيير هويته علشان لو حد ضغط عليه ما يعترفلوش بهويته الحقيقية، وكمان عمل له جوازات سفر مزورة. وفي نفس اليوم الرئيس قال لهيلر انه مش قاتل ولا مجرم، فصاحبنا قال له ان هو عايز ياخد حقه وخلاص. وقتها الرئيس طلع له مسدس علشان يوجهه ناحيته، بس للاسف ايده كانت بتترعش جامد وما قدرش يثبته ناحيته، وفي الاخر نزل المسدس وما قدرش يقتله. اما الموظفين اللي كانوا في المكتب فقعدوا يحاولوا يفكوا تشفير المعلومات اللي كانت موجوده على الاسطوانه، لحد ما اتفاجئوا ان هيلر كان بيهزر بخصوص النظام اللي كان عامله. وساعتها فرحوا جدا وبلغوا المديرين بتوعهم بالخبر ده من غير ما ياخدوا بالهم ان هيلر كان واقف بيراقبهم. وساعتها موري كلم الرئيس وطلب منه يقبض على هيلر، لكن خلاص ما بقاش ينفع علشان هيلر بيكون هرب. وبعدها موري اكتشف ان هيلر كان طول الفتره اللي فاتت دي سايب مايك للتجسس على الملفات اللي كان جايبها قبل كده، فعلشان كده قال لهيلر ان اللي حصل ده كان خيانه كبيره جدا لوكاله المخابرات. واول ما هيلر سمع الكلام ده وعرف انه خلاص اتكشف، قام قالع السماعات اللي في ودانه ورماها بسرعه قبل ما الطياره تطلع. ولما عدى من الجوازات كانت المخابرات الامريكيه عرفت اللي حصل، وعلشان كده راح باريس من لندن، وهناك حجز اوضه قريبه جدا من المطعم اللي جريتشن بتروح له. وجريتشن دي تبقى اول هدف من الارهابيين الاربعه اللي عايز ينتقم منهم ويرجع حق مراته اللي قتلوها. وفعلا لما جت كانت قريبه منه جدا، وده خلاه عرف يخترق تليفونها بسرعه ويراقبها. ووقف طول اليوم قدام العماره اللي ساكنه فيها واستنى لحد ما خرجت، وكان لسه رايح يفتح باب العماره فلقى واحد من السكان اللي هناك فتحه. وطبعا لانه ما كانش عارف ازاي يفتح باب الشقه من غير مفتاح فبحث على اليوتيوب عن الطريقه اللي تخليه يعرف يفتحه، وفعلا دخل وقعد يدور في الشقه على جدول مواعيد جريتشن لحد ما لقاه وصوره. ولما شاف مسدس في الدرج اتوتر جدا وما كانش عارف ياخده ولا يسيبه، لحد ما قرر ياخده في اخر لحظه. وفي نفس الوقت عرف ان جريتشن راجعه بيتها فخرج بسرعه على السلم واستناها فوق. ورغم ان كانت قدامه فرصه يقتلها ويخلص منها ومن شرها الا انه ما عملش كده ونزل يجري على طول. وبعدين رجع للفندق وراح اوضته وهو متضايق وقعد يفتكر مراته لما كانت عايشه معاه. وبعد شويه رجع بص تاني في الصوره اللي خدها واكتشف ان جريتشن بتروح المستشفى كتير، وعلشان كده قرر يخترق ملفها الطبي علشان يشوف ايه اللي عندها وخلاها تروح المستشفى كذا مره. ولما اخترقه اكتشف ان عندها حساسيه من لقاح الورد. فتاني يوم على طول هيلر اشترى ورد كتير وفضل قاعد مستني في كافيه لحد ما شاف جريتشن ومشي وراها لحد ما راحت المستشفى. والمفروض ان جريتشن بتعمل تحاليلها المعتاده، لكن ساعتها الدكتور اتفاجئ لما لقى كل الاجهزه مش شغاله فاضطر يسيب العياده ويروح يشوف ايه المشكله. وفي نفس الوقت ده هيلر جه وكان لابس بالطو وعامل انه دكتور، وقفل الباب على جريتشن علشان يحبسها وفضل يخنقها باللقاح اللي جابه من الورد علشان كان عارف ان عندها حساسيه منه. وساعتها كان الدكاتره والممرضين عايزين يدخلوا الاوضه بس مش عارفين. ولما المريضه تعبت جدا من الحساسيه لقيت ان هيلر بيترجاها تقول له على مكان المجرم هورس لان هو اللي قتل مراته، بس للاسف ما كانتش قادره تتكلم وكانت خلاص هيغمى عليها لحد ما هيلر فتح الباب ولقاها هجمت عليه وزقته وقعدوا يضربوا في بعض لدرجه انهم كسروا المكان كله. وساعتها هيلر كان بيحاول يطلع مسدس لكن للاسف ما لحقش يعمل حاجه لان جريتشن كانت خلاص فتحت الباب وهربت. فهو طلع يجري وراها في الشارع ولسه كان رايح يضرب عليها نار بس اتصدم لما لقى عربيه خبطتها وعملت حادثه وماتت. فاستغل الفرصه وخد تليفونها وقلع البلطو بسرعه ورماه وطلع يجري قبل ما حد يمسكه. وبعدها رجع الفندق ونظف اي اثر للي حصل وجهز شنطته للسفر وراح لمحطه الاتوبيس علشان يقطع تذكره لمدينه اسمها مارسيليا. وساعتها الخبر كان وصل لوكاله المخابرات الامريكيه، وهناك اوبرين سالت موري عن اللي حصل، فموري قال لها ان جريتشن تقريبا اتقتلت على ايد حد من العصابه بتاعتها. وفي نفس الليله هيلر راح كافيه وقعد يشرب كتير علشان يهرب من احساس الذنب اللي جواه بسبب موت جريتشن. ولما قابل الرئيس هانجرسون هناك قلبه اتقبض وفضل يزق الناس جامد علشان يخرج بسرعه من المكان قبل ما التاني يمسكه، وطلع يجري في الشارع لحد ما لقى مكان واستخبى فيه. وكان عايز يهرب من باب تاني لكن للاسف ما لقاش باب تاني يهرب منه، فما كانش قدامه اي حل غير انه يخرج لهانجرسون ويواجهه. وفعلا خرج وقابله وعرف منه انه كان بيراقبه عن طريق تليفون جريتشن اللي خده منها. وطبعا هانجرسون كان بيعمل كل ده علشان يخلي هيلر يطمن من ناحيته وساعتها يقدر يقتله، بس صاحبنا كان عامل
حساب لكل ده، وكان زارع قنبله في المكان اللي كان مستخبي فيه. واول ما الوقت اللي على تليفون هيلر خلص لقوا المكان كله انفجر، وهيلر عرف يهرب في وسط الزحمه. وكمان المراقبه اللي كانت على تليفون هانجرسون ما بقتش شغاله، وبالتالي مش هيقدر يعرف مكان هيلر تاني. واليوم اللي بعده هيلر اتواصل مع الانكولين علشان يساعده، وركب طياره شحن رايحه تركيا. واول ما وصل اسطنبول راح على مطعم وبعت رساله للانكولين، ولاحظ ان تليفون شخص في المطعم بيرن، فحاول يقرب له بس لقى ست مقابلاه وقالت له يبص في موبايله لان مش ده الشخص اللي بيدور عليه. وبعد شويه خرج من المطعم ولقى نفس الست ماشيه جنبه وقالت له ان هي الانكولين، وكانت عارفه كل حاجه عن مراته، وطلبت منه يخبي الكاب والشنطه بتاعته في كيس علشان ما يلفتش الانتباه ليه، وقالت له يمثل انه بيشتري حاجات وكمان شويه يروح يقابلها في جراج قريب. وبعد شويه فعلا اتقابلوا هناك وركبوا العربيه بتاعتها علشان توصله معاها لبيتها. ولما كانوا في الطريق انكولين بدات تحكي له عن حياتها، وعرفته انها دخلت عالم الهاكرز من 6 سنين بعد ما جوزها مات. والغريب ان جوزها كان بيشتغل برضه مع وكاله المخابرات الامريكيه، وفي نفس الوقت بيجيب معلومات المخابرات الروسيه، وان هو في الاصل كان الانكولين اللي كل الناس كانت بتتكلم عنه، وبتقول له هو اللي علمها كل حاجه هي عارفاها دلوقتي. والقصه الحقيقيه بتقول انه مات بعد ما وقع من الشباك. ولما وصلوا البيت قالت له ان ده المكان الوحيد اللي تقدر تعيش فيه فتره طويله من غير ما تهرب، وانها زهقت من حياتها، ولو الروسيين عرفوا يوصلوا لها هتخلص على نفسها بالمسدس اللي مخبياه. وبعد كده بداوا يشتغلوا على القضيه، وعرفها ان في واحد اسمه هورس هو اللي بيشرف على تجنيد الناس لحساب موري، في واحد تاني اسمه لورانس وده بيبقى تاجر سلاح. وساعتها الانكولين قررت تعمل دور تاجرة سلاح علشان تقدر توصل له. اما ميشكا فكان شاب بيحب يسافر كتير ويشارك كل صوره على النت، ولما ركزوا في الصور اللي بينشرها لقوا ست بتظهر معاه دايما، فعملوا تحليل لوشها لحد ما وصلوا لحسابها على الانستجرام واكتشفوا انها قاعده في اسبانيا. وتاني يوم كليب طلب من فريقه انهم يفضلوا يراقبوا المجموعه الارهابيه على امل انهم يوصلوا لهيلر. وفي نفس الوقت اوبرين راحت لموري وقالت له انه لازم يوقف اي عمليه سريه بتتعمل من وراها، بس موري قال لها بكل برود ان المدير العام اللي كان بيشتغل قبلها كان قايل نفس الكلام، وقعد يقول لها انا تحت امرك وهعمل اللي انت عايزاه. وبعد الاجتماع لما كانت راكبه العربيه لقت المساعده بتاعتها بتوريها صوره لهانجرسون وهو موجود في اسبانيا، وساعتها اتاكدت ان موري هو اللي بعته، فقررت تبعت وراه عميل خاص من عندها. وفي الوقت ده هيلر والانكولين اخترق نظام كاميرات فندق وعرفوا يحددوا مكان ميشكا، وعلشان كده هيلر سافر لمدريد ونزل في نفس الفندق، وكان عارف ان ميشكا بيحب يعوم في حمام سباحه ويأجره علشان يعوم فيه هو لوحده. وفي نفس اللحظه كان هانجرسون بيقرب من المكان وبيراقبه. واليوم اللي بعديه هيلر عرف يعمل جهاز يعرف يستخدمه علشان ينفذ خطته وخباه في الفندق، وبعدها راح البار علشان يراقب ميشكا، وما كانش واخد باله ان هانجرسون موجود وبيراقبه. وشاف واحد شكله مش مريح فافتكر انه شافه قبل كده، فبلغ الانكولين بالشخص ده، وساعتها فحصت وشه واكتشفت انه راجل من المخابرات وده اللي كانت اوبرين بعتاه. وكمان شافت هانجرسون في الكاميرا فطلبت من هيلر يلغي الخطه بسرعه، بس هو قرر يكمل. ولما ميشكا كان بيعوم هيلر راح له وهدده انه لو ما ردش على اسئلته هيفجر حمام السباحه، بس التاني كان فاكره بيهزر وراح يعوم بعيد. فهيلر ضغط على الزرار والازاز بدا يتكسر، وساعتها ميشكا حاول يعوم بسرعه بس ما كانش فيه وقت والميه نزلت ووقع ومات. وفي نفس الوقت الانكولين عرفت هيلر ان العملاء قربوا عليه، وبالفعل قعدوا يطاردوا بعض، وهانجرسون كان خلاص قرب يمسكه بس العميل التاني هاجمه وبدات خناقه كبيره ما بينهم. وهيلر كان واقف وشايف كل ده بس ما كانش عارف يعمل ايه لحد ما الاتنين خلصوا على بعض. وساعتها الانكولين قالت لهيلر يهرب بسرعه قبل ما يتورط. وتاني يوم اوبرين سالت موري عن هيلر فقال لها انه في اجازه بعد صدمته بسبب موت مراته، فسابته وراحت عرضت فيديو من فيديوهات الفندق على صاحبتها. وفي نفس الوقت كليب وفريقه كانوا بيحللوا الفيديو وبداوا يشكوا ان هيلر مش شغال لوحده. ولما رجعوا الرسائل المتشفره بتاعته لقوا محادثات مع الانكولين، وبعد ما قعدوا يدوروا كتير اكتشفوا انه في عميل مات زمان وكان هو الانكولين، ولما مات مراته هي اللي كملت شغله بداله. وساعتها كانت الانكولين مربيه طيور بره البيت علشان لو حد قرب من البيت فالطيور يعملوا صوت وينبهوها. وبالليل صحيوا مفزوعين على صوت الطيور، ولما بصوا على الكاميرات لقوا عملاء جايين فجريوا بسرعه على نفق سري وشافوا طياره في السماء من غير طيار، بس عرفوا يهربوا ويروحوا مبنى تاني، وعرفوا يهربوا بسرعه من المنطقه قبل ما العملاء يهجموا عليهم. وقعدوا يجروا لحد ما وصلوا للعربيه، بس للاسف الطياره كانت شافتهم، والعملاء قعدوا يضربوا عليهم نار وركبوا مركب وقعدوا يطردوهم. وعلشان الطريق كان طويل فالانكولين اتصابت اصابه خلصت عليها، فهيلر نقلها على الكرسي اللي جنبه وقعد يسوق بدلها، وبعدها ركن العربيه في جراج وسابها هناك وهو زعلان جدا. وتاني يوم هيلر كلم لورنس ومثل عليه انه تاجر سلاح ورتب معاه ميعاد علشان يقابله، وكمان راح اشترى معدات جديده وسافر لرومانيا، وفي مبنى مجهور عمل مسح كامل لوشه وهكر كاميرات المراقبه في بلاد كتير
علشان يحط وشه على وشوش ناس تانية، وبالتالي قدر يضلل المخابرات الامريكيه علشان يشوفوه مره في المانيا ومره في فرنسا ومره في ايطاليا. ولما لورنس وصل لقى موبايل بيرن وسمع صوت هيلر بيقول له يبص في صندوق، واول ما فتحه لقى فيه قنابل متفجره كتير وقال له لو اتحركت هينفجروا. فلورنس شاف صوره ساره جواه وفجاه لقى هيلر وراه وكان عايز يعرف مكان هورس، ووعده انه لو قال له الحقيقه هيفك القنابل. فلورنس قال له ان هورس في روسيا وعنده مينا كبير في بحر البلطيق، وقال له ان التواصل معاه بيكون عن طريق اكواد سريه وكلها موجوده على موبايله. وقام رامي الموبايل لهيلر وهيلر قام واخده وماشي. ولما مشي حصل انفجار كبير جدا ولورنس مات. واليوم اللي بعده هيلر راح المينا وشاف عربيه شكلها غريب وبعت الكود لرجاله هورس وراقب واحد كان واقف جنب العربيه. ولما فتح موبايله صور المركب، وبعدين رجع الفندق وبدا يدور على اليخت اللي المركب تابع ليه، وفهم الطرق اللي ممكن هورس يمشي بيها في البحر. وتاني يوم هيلر راح اليخت ولقى حد ضربه على دماغه، فهديه ساره وقعت منه. ولما خدوه على المركب قابل هورس اللي لقى القنبله اللي هيلر خباها. فجاه المركب لف في عكس الاتجاه والناس كلها اتخضوا. فهيلر قال لهم انه سيطر على نظام الملاحه، وبما انه شارك في تصميمه فكان سهل عليه يخترقه ويوجه المركب زي ما هو عايز، وبالتالي خرجوا من الميه بتاعه روسيا. وبعدها القوات البحريه جم وحاصروا المركب وقبضوا على هورس ورجالته. وبعد فتره المديره العامه اعلنت انها قبضت على المجرمين اللي كانوا بيستغلوا وكاله المخابرات علشان يعملوا عمليات ارهابيه، وبالتالي كليب وموري اتقبض عليهم. اما هيلر فدلوقتي بقى في امان وراح يزور قبر ساره مراته، وبعدين ركب طيارته وطار بيها. وهنا بيخلص فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم يا رب. متنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو واكتب كومنت لو الفيديو عجبك، وسلام.